على قد ما وصفتنا سهله اليوم حتى ثيابي ما غيرته. تخيلوا اليوم وصفتنا هي الليزي كيك او الموزايك كيك، وفي اسم ثالث بس ما راح اقوله. يلا، ومثل العاده بدي طنجره، كاسه حليب، 4 معالق كبار سكر، و4 معالق كبار كاكاو. عندي هون معلقه ونص من الكريم شانتيه البودر، هذا كتير رح يعزز النكهه ويعطينا قوام كتير ظريف. تحريكي على البارد وبعدين على الغاز، وعلى نار متوسطه مع استمرار التحريك لحتى يغلي معي المزيج. هلا هيك مثل ما شايفين المزيج بلش يغلي عندي وصار جاهز اني انا طفي الغاز وننتقل لهنيك. وهلا هيك يا حبايبين مثل ما شفتوا المزيج صار عندي جاهز. في عندي اضافتين كتير مهمين. اول شيء هي الزبده اللي راح تعطينا القوام ونكهه كتير طيبه للليزي كيك. استنيني اقول الاسم الثاني ما راح اقوله. حطينا الزبده وراح نحركها كتير منيح لحتى تذوب على الاخير. طبعا كل ما اخترنا مكونات بجوده عاليه كل ما اخذنا نكهه كتير قويه. بعد ما حطينا الزبده وذابت على الاخير عندي هون شوكولا غامقه كمان تقريبا 90 جرام، راح نكسرهم وننزلهم مع المزيج. كتير راح تفرق معنا الطعمه، يعني شيء كتير واو. ونحركهم كتير منيح لحتى الشوكولا تذوب معي على الاخير. وهيك فينا نقول المزيج صار عندي جاهز. هلا هيك هذا المزيج رح نتركه لتنزل حرارته لحراره الغرفه، ضروريه كتير هي النقطه. تمام. صار الوقت انه نكسر البسكوت. طيب هيو بقلب الكيس ونفضيها هون. بدي تقريبا 400 جرام، يعني بين 350 لل 400 جرام. تمام. كمان رح نحاول نكسرهم شوي صغيره، ما بدي بالغ بتكسير البسكوت لحتى تضل القطعه حلوه ومحافظه على حالها. وهيك يا حبابين البسكوت صار عندي جاهز. هلا هيك يا حبابين صرنا جاهزين. بعد ما نزلت حراره المزيج هون ننزل البسكوت فوق المزيج دفعه واحده ونبلش فيهم تقليب. بدنا نقلبهم كتير منيح لحتى البسكوت يتشرب من المزيج اللي حضرناه. وهيك تقريبا صرنا جاهزين بعد ما قلبناهم كتير منيح. شايفين كيف الصوص اخذ كتير منيح مع البسكوت وصار جاهز. هلا هيك يا حبابين جينا على الخطوه الاهم اللي هي بدنا نفضي المزيج فوق نايلون او قصدير ورق السلفان، يعني القصدير كمان ما في مشكله. رح نفضي المزيج كله هون يكون بشكل طولي لحتى نعمل رول. مثل ما حكينا بدنا نحاول نكبسهم على بعض كتير منيح. هلا رح نجيب كيس تاني نحطه هون لحتى ناخذ لنا لفه اقوى واحسن، نكون متحكمين بالموضوع اكثر. رح نشدها هيك كثير منيح من الاطراف ونبلش نلفلف هيك. رح نسكرها من هون كثير منيح. وهيك يا حبابين مثل ما عم تشوفوا صارت عندي جاهزه. لفيناها كثير منيح واخذنا لها سماكه وحده، يعني تكون على استقامه وحده، ما يكون اماكن صغيره وكبيره. تعبوا شوي على حالكم يعني. هلا هيك على الفريزر ساعه ونص لتجمد كثير منيح، لتجمد كثير منيح، وبعدين نبلش تقطيع. يلا بعد ما مر عليها ساعه ونص ساعتين صارت جاهزه. هلا هيك صار وقت التقطيع. رح ناخذ هذا من هون هيك. طبعا سكينتنا كثير ضروريه، يعني تكون قويه وتكون منشار حصرا لحتى ناخذ هي النتيجه. شو هذا يا ابو حميد؟ لازم نمسح الطاوله كثير منيح. وهيك يا حبابين مثل ما شفتوا بعد ما قطعناها صارت جاهزه انه نحن ناكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس لازم نحط لمساتنا الاخيره. يلا عندي هون اي نوع شوكولا ممكن ندوبها بحمام مائي. رح ناخذ قطعه وننزل فيهم هيك بهذا الشكل تقريبا الثلث، يعني القسم الثلث اللي من فوق. تمام. رح ناخذ هيك بهذا الشكل اي نوع مكسرات. وهيك بدي القطعه تطلع هيك وننزلها بالشوكولا مثل ما انتم شايفين. خليها تصفي كثير منيح. بهذا المنظر الانيق بنكون وصلنا لمرحله ما قبل الاكل اللي هي 10 دقائق بالبراد وبتكون جاهزه. يلا هيك يا حبابين بنكون وصلنا لاخر فقره. شوفوا ما احلاهم ولا ارتب من هيك. كثير انيقين وبسيطين، وشفتوا قديش كانت سهله يعني. لازم نشوف النتيجه ونقول بسم الله. يا سلام، شايفين شو خفيفه؟ يعني بتحسوا حالكم عم تاكلوا كيك عم يتخوط او كيك عن كذب يعني. بسم الله. يعني هيك بتحسوها مناسبه صيف شتاء عن جد كثير طيبه.
هيك يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه. لا تنسوا تشاركوا الفيديو. سلام مني انا شيف احمد، الى اللقاء. اكله.